بس طلع نوع جديد من الوحم، وحم الشبه. تبدأ الحامل تفكر أنا عايزة ابني يطلع زي أحمد عز، فتبدأ بقى تجيب كل صوره وتتفرج على كل أعماله. الحمل والوحم قصة حب بتبتدي عند السيدات من أول يوم حمل، فتبدأ الحامل تشغل كل حواسها، تشوف نفسها تاكل ايه أو تعمل ايه من ساعة ما اتولدت، وتقول بس دي فرصتي إني أحقق كل أحلامي، ما أنا بتوحم بقى. فتبدأ تطلب بطيخ في الشتاء، جوافة في الصيف، تروح اسكندرية أصلها شمت ريحة البحر. والأمر ما يسلمش برضه من رنجة الساعة 2 بالليل، ولا الواد يطلع في جسمه بطروخ. كل ده ممكن نتعامل معاه ونقول وماله، من حق الحامل تتدلع. بس طلع نوع جديد من الوحم، وحم الشبه. تبدأ الحامل تفكر أنا عايزة ابني يطلع زي محمد صلاح، فتبدأ تجيب كل صوره وتتفرج على كل أعماله. يكش الواد يحس على دمه ويطلع لعيب كورة كبير، ولا ممكن يطلع شبه أبوه. لا، نبعد بقى عن أبو العيال وما نركزش في تفاصيله وملامحه اللي يطلع شبهه وتبقى مصيبة. هل ده ممكن يحصل ولا دي خدعة من خدع الحمل اللي مرت وعدت من الجدات للأمهات على مر الزمن؟ أقدر أقولك وبكل تأكيد إنهم خدعوكي، فقالوا إنك بالتركيز على ملامح حد معين يطلع البيبي شبهه. وده ليه؟ بكل بساطة لأن كل الموضوع مرتبط بالجينات، جين منك على جينات من الأب هي اللي بتكون ملامح الولد أو البنت. وزي ما كلنا عارفين الجينات لا ترى ولا تسمع، يعني مهما عملتي حتى لو مليتي البيت صور هيطلع شبهكم برضه. فركزي في وحم الأكل أحسن، هو أفيد، وفرصة تطلعي على العيلة كلها القديم والجديد. استنيني في فيديوهات جاية تحت عنوان خدعوكي فقالوا عن خرافات الحمل. أنا دكتور أحمد بدر الدين، شكرا لك.